القصة اللي غادي نعاود لكم اليوم هي قصة حقيقية وقعت في صربيا. هذه من القصص اللي خصنا ناخذ منها الدروس والعبر. في إحدى المدارس في العاصمة الصربية كان اليوم الدراسي بادي وماشي بشكل طبيعي، وفجأة كيتسمع واحد الصوت كيخلع بزاف، خلى جميع اللي في المدرسة مخلوعين ومذعورين. ما كان حتى شي واحد كيتوقع أن هاد الشي غادي يوقع في هاد البلد، لأن صربيا بلد فيها الأمن وقليل فاش كيوقعوا فيها الجرائم. وسط هاد الصدمة والخلعة اللي جات الجميع اللي في المدرسة، سيارات الإسعاف حضرات بسرعة لعين المكان ونقلات الضحايا والمصابين في هاد الحادثة. أشنو وقع وشكون مول هاد الفعلة وشنو هو السبب اللي خلاه يديرها؟ بغيتوا تعرفوا الجواب على هاد الأسئلة؟ خلوني نحكي لكم اليوم القصة من البداية. ولكن قبل ما نبدا عافاكم ما تنساوش تضغطوا على اللايك وتشتركوا في القناة. القصة كتبدا بواحد الولد سميتو كوستا، مازال ما كملش 14 سنة. باهم بجوجهم أطباء مشغولين في الحياة ديالهم العملية ومخليين ولدهم للمربية. كوستا من الصغر ديالو كان كيتعرض للتنمر من طرف الأصدقاء ديالو، لا في الزنقة ولا في المدرسة، بالرغم من أنه كان ذكي ومتفوق وجميل في الشكل ديالو. ولكن السبب ديال هذا التنمر اللي كان كيتعرض ليه هو لأنه كان شخصية هادئة وانطوائية، وهذا الشيء اللي خلاه يكتم هذه المعاناة من التنمر وهو مازال صغير، وهذا الشيء ما خلاش يعرف كيفاش يتصرف مع الأصدقاء ديالو. كوستا تعقد في حياته ولا كيف شي جمرة مشتعلة بالحقد والغضب على كل المتنمرين. الشخصية ديال كوستا بدات كتغير بشكل كبير، حيتاش ولات كتجذبوا الألعاب ديال الفيديو ديال القتال وأفلام الجريمة والأكشن والعنف. وفي سنة 2019 انتقل كوستا لواحد المدرسة جديدة قرر فيها التعرف على أصدقاء جدد ويغير من الشخصية الانطوائية ديالو، بالرغم من أن الزملاء ديالو كانوا طيبين ولطيفين معه، ولكن ما قدرش يندمج معهم مرة تانية. والكارثة هو أنه ولا كيتعرض للتنمر مرة أخرى وبشكل كبير من طرف معظم الزملاء ديالو في القسم. كانوا كيطلقوا عليه ألقاب سخيفة وكيضحكوا عليه، وكلامهم كان كيستفزوا بزاف لأنه كان عنده تراكمات من التنمر اللي كان تعرض لها من قبل في المدارس السابقة. وفاش عاودوا تنمروا عليه مرة أخرى مشى عند المعلم ديالو وعاود ليه أنه كيتعرض للتنمر بشكل كبير من طرف الزملاء ديالو اللي في القسم. ولكن المعلم ما تسوقش ليه لأنه شاف أنه هذا التنمر عادي وماشي مؤذي وقاسي. الحالة النفسية ديال كوستا تدهورات وما بقاش قدر يتحمل هذه المعاناة وهو مازال في سن صغير. أشنو غادي يدير؟ مشى لعند الزملاء ديالو في القسم وقال لهم إلا ما عطيتوني اتساع غادي نحيدكم واحد ورا الآخر. الأصدقاء ديالو ما خاضوش هذا الأمر بجدية واستهزئوا به مرة أخرى، الشيء اللي غادي يزيد يشعل نار الحقد والغضب عند كوستا. من بعد هذا الشيء كوستا بدا كيدوز معظم الوقت ديالو في مشاهدة الأفلام الوثائقية اللي كتحدث عن الجرائم في المدارس، ولا كيتابع أخبار وخطط المجرمين. وهذا الشيء كامل أثر في الشخصية ديالو، ومعه هو مازال صغير كان بعيد على رعاية ومراقبة الوالدين، وهذا الشيء اللي زاد طين بلة. قرر أنه يخوض هذه التجربة الحقيقية بحال دوك المجرمين اللي كيتفرج فيهم. واللي شجعوا أكثر على تنفيذ هذه الفكرة هو أنه كان كيعرف يستخدم السلاح، لأنه باه مدربه من قبل على الرماية وكيعرف ينيش على الهدف. وهذا كان أكبر غلط ديال باه، لأنه دربه على حمل السلاح وهو في سن مبكر. واحد النهار في واحد الحصة ديال التاريخ المعلم عطاه واحد في الامتحان لكوستا، وهو أصلا ما كانش كيبغي مادة التاريخ. في هذا الأثناء الزملاء ديالو بداو تاني كيتنمروا عليه وكيضحكوا على النقطة اللي جاب، وهذا الشيء شكل ليه واحد الإحراج كبير وخلاه يقرر أنه يبدا ينفذ في العملية ديالو. أول حاجة دار كوستا مني مشى للدار جاب ورقة وكتب فيها اللائحة ديال هادوك اللي كيتنمروا عليه، كتب سمياتهم واحد ورا الآخر، وبقى شهر كامل هو كيخطط للجريمة ديالو، وحدد الوقت والمكان المناسبين اللي غادي يكونوا فيه كل شيء التلاميذ مجموعين، واختار حصة التاريخ، وفكر أنه يحيد هذاك الأستاذ ديالو لأنه رفض المساعدة ديالو فاش طلب منه كوستا يتدخل ويعاقب المتنمرين، وفاش شكى عليه في المشكلة ديالو.
هاد الولد كان ذكي بزاف لانه وصلت به الدرجه يبحث حتى على القانون ديال البلاد ديالو ويتاكد انه غادي يسلك من العقاب لانه مازال طفل قصير. وللاسف كوستا استخدم الذكاء ديالو في اعمال شيطانيه، وهذه ابشع حاجه يمكن الانسان يستخدم فيها الذكاء ديالو. واحد النهار كوستا فكر يعطي فرصه للزملاء ديالو وبغى يشوف واش غادي يتراجعوا وما يبقاوش يتنمروا عليه ويستهزئوا به، ولكن فاش مشى عندهم ووقف وسطهم بداو كيستهزئوا به مره اخرى وبداو كيتنمروا عليه بقسوه. المفاجاه انه واحد التلميذ مشى عند كوستا وطلب منه الاعتذار. ما تصوروش شنو ردة فعل كوستا، مشى هو يشطب عليه من ديك اللائحه اللي كتب. الصراحه هذا الشخص كان محظوظ لانه نجا من مصير الزملاء ديالو. وفي واحد الليله مظلمه دخل كوستا للغرفه ديال باه وفتح الخزينه اللي كان عارف الرقم السري ديالها وخدا السلاح ديال باه المرخص. نهار الاربعاء 3/5/2023 كانوا الطلاب ماشيين للمدرسه بكل نشاط وحيويه، وبعد ما دوزوا عطله طويله ولكن ما كانوش عارفين القدر اللي كان كينتظرهم. كوستا قرر في هذا النهار ينفذ الجريمه ديالو. كوستا دا معاه السلاح ديالو ودخل المدرسه، وكان العساس ديال المدرسه اول ضحيه كيصفيها ليه كوستا، ومن بعد مشى نيشان للقسم ديال التاريخ وصفاها الاستاذ ديالو اللي كان شكا عليه وطلب منه المساعده من قبل، وداز من بعد التلاميذ اللي كانوا كيتنمروا عليه وصفاها ليهم كاملين واحد من وراء الاخر. ستة البنات وصديقه السابق والمعلم، كانت 25 ثانيه كافيه باش يقضي عليهم كاملين. من بعد ما نفذ الجريمه الشنيعه ديالو اتصل كوستا بالشرطه وقال لهم انه مريض نفسي وما يمكنش ليهم يقبضوا عليه لانه عنده اقل من 14 سنه حسب القانون الصربي. الشرطه جات بسرعه لعين المكان واعتقلت الطفل كوستا واعترف لهم بالجريمه ديالو، وانه الدافع اللي خلاه ينفذها هو التنمر اللي كان كيعاني منه من طرف الزملاء ديالو، وقال لهم انه ما نادمش على الفعل ديالو. الشرطه قامت بالقبض على الاب ديالو بتهمه الاهمال لانه درب ولده القاصر على حمل السلاح وهو مازال صغير، ولكن الاب ديالو انكر جميع الاتهامات وقال لهم انه ما توقعش انه ولده غادي يدير هذا الشيء كامل. التحريات اكتشفت انه كوستا ولات عنده ميول اجراميه بسبب التنمر اللي تعرض ليه، وانه الاهل ديالو هملوا التربيه ديالو وخلاوه المربيه، وهذا الشيء كامل خلى الشخصيه ديالو تحول لشخصيه سيكوباتيه وفرغ الغضب ديالو كامل على الزملاء ديالو اللي في القسم. المشكل الكبير هو انه اغلب التعليقات على هذه الجريمه كانت كتعاطف مع شخصيه كوستا وتتقول انه الضحايا استحقوا هذه العقوبه. صحيح كوستا ضحيه للتنمر واهمال الوالدين والمدرسه، ولكن ارتكب جريمه بشعه ومحرمه في الدين الاسلامي وما عندهاش حتى مبرر، وكانوا ضمنها اناس ابرياء. ووخا الاصدقاء ديالو كانوا كيتنمروا عليه، كان هذا ماشي هو العقاب المناسب، لانه العقاب كيكون على قدر الذنب. الخلاصه من هذا الشيء كامل انه ما خصناش نعتبروه بطل او قدوه لانه ارتكب عمل فظيع، وما خصناش ايضا نستهنوا بالتنمر لانه ذنب عظيم ومؤذي نفسيا للاشخاص. وصلنا لنهايه الحلقه، شنو بان لكم؟ واش كوستا مذنب او ضحيه؟ كان معاكم الحاج بوشعيب. ما تنساوش تضغطوا على اللايك وتشتركوا في القناه، وانتظروا حلقه جديده من القناه ديالنا قصص بوشعيب.